الدستور الباطل، وتم حصار المحكمة الدستورية العليا لكتابة الدستور الباطل، وتم وضع محمد مرسي فوق القانون بالإعلان غير الدستوري اللي عمله عشان يعلم ان محكمة القضاء الإداري هتبطل اللجنة التأسيسية بتاعة الدستور، عشان هم عملوا انتخابات من الأول زي ما قال صبحي صالح، وعملوا تواطؤ مع المجلس العسكري من الأول عشان يعملوا الدستور على مقاسهم. هذا الكلام غير مقبول، وهذا الكلام لا يمكن عمله على الشعب المصري بالعافية، وبالتالي الناس نازلة حتى لو عبرت تعبيرات تانية. جوهر المطلب التغيير هو اسقاط الدستور. كل المطالب اللي حضرتك شايفاها موجوده جوه الدستور، اللي بيقول عايز عداله اجتماعيه، اللي بيقول عايز استقلال القضاء، اللي بيقول عايز النائب العام، كل ده جوه الدستور. عاوز رغيف العيش، عايز كله في الدستور. اسقاط الدستور اللي هيصر على انه يفرض والله ما في رحمه قلبه لا مؤاخذه انه يفرض الدستور رغم كل هذه الملايين، هو اللي هيسقط، وساعتها هيبقى هو اللي اسقط نفسه بنفسه، هيبقى محمد مرسي هو اللي اسقط، زي ما حسني مبارك هو اللي اسقط نفسه. ممكن بعد